ازاي تضخم عضلاتك بسرعة وانت ما عندكش وقت تتمرن اصلا. هذا الفيديو ليه قبل ما يكون ليكم، يعني ده نصيحة ليا انا اتمنى ان انا اقدر اعمل بيها وكلنا نعمل بيها نظرا لانشغالنا الشديد. الجيل بتاعنا والابطال اللي كبروا معانا في السن دلوقتي وبقوا في سننا دلوقتي، احنا لسه ما كبرناش قوي، بس طبيعي بقى في مسؤوليات كتيرة والوقت بقى ضيق قوي. فانت قدامك حل من الاثنين، يا تأثر في مسؤولياتك تجاه بيتك واسرتك واصدقائك وكل حاجة، يا اما تأثر في تجاه نفسك انت وصحتك. وعايز اقول لك كلا النوعين من التقصير هيعود عليك بالمشكلة. انا بقى جاي اقول لك الحل الوسط الجميل. انا عارف ان كتير جدا مننا دلوقتي ما بقاش عنده رفاهيه انه يروح الجيم 6 ايام في الاسبوع زي الاول، يقعد في الجيم ساعتين. طب لو مش هنقدر نعمل ده، ايه اقرب حاجه تعمل لي نتائج مشابهه جدا زي ده واقدر احصل على الضخامه العضليه اللي انا عايزها، فجسمي يكون في صحه كويسه وشكله فت وحلو؟ النهارده ان شاء الله جاي اشارككم 4 طرق نقدر نعملها لو وقتك قليل جدا وما عندكش وقت تتمرن اصلا زيي وزي الناس كلها تقريبا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي ومدرب شخصي معتمد. يمكن ملاحظين عليا الفتره الاخيره ان انا حجمي صغر شويه وخاسس كتير، وده لاني للاسف بقالي فتره طويله قوي بعيد عن الجيم نظرا لانشغالي الشديد جدا 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 وحاجات تانية حكيت لكم عنها الفيديو اللي فات. فقلت بس انا محتاج اعمل شويه ريسيرش كده وابص على افضل طريقه اقدر اتمرن بيها عشان ابدا ازود وزني واستعيد حجمي العضلي ده تاني، وقلت يلا اشارك معاكم المعلومات دي عشان نستفيد بيها كلنا. الطريقه اللي جايين نتكلم فيها بتاع التمرين بتاعت النهارده هي طريقه التمرين المكثف. يعني لازم نكثف وقت تمريننا. يعني انت مثلا نفترض كان في الاول عندك 6 ايام تقدر تتمرن 6 ايام في الاسبوع ساعه كل يوم، فانت عندك 6 ايام 60 دقيقه كل يوم. هنفرض دلوقتي ان انت بقى عندك 3 ايام بس ساعه برضه في اليوم، يعني بقى عندك 3 ايام. اكيد الطبيعي الجينز والفايده من التمرين في ال6 ايام هتكون اعلى كتير من ال3 ايام. طب لو انا عندي 3 ايام بس، ازاي احول ال3 ايام دول لاحسن نتائج ممكنه واستفيد اقصى استفاده ممكنه واطبق ازاي ال4 قواعد اللي اقول لكم عليها النهارده؟ افردي ظهرك كده وخد لي كتفك عليك كده واعمل لايك المتين بتاعك في الفيديو وقول لي حابب تشوف ايه الفتره اللي جايه في الفيديوهات كده وانت مسلي نفسك، ويلا بينا نعرف اول طريقه. اول طريقه معانا وهي اختيار نوعيه التمرين. هتقول لي يا دكتور ايه انواع التمرين ده؟ التمرينات كتير قوي. لو قسمنا التمرينات بشكل عام لانواع هنلاقي انواع كتير قوي، ممكن نقسمها لماشينز وفري ويتس. في طريقه ثانيه برضو تقسيمات التمرين وهي الكومباوند ليفتس او التمرينات المركبه وتمرينات العزل او الايزوليشن. احنا بقى بنتكلم دلوقتي بنقول لو انت هدفك هايبرتروفي او ضخامه عضليه، فانت محتاج تركز على العضلات اللي انت عايز تضخمها بشكل خاص بدون ما ندخل عوامل تانية. يعني انت ممكن مثلا تكون بتعمل تمارين زي السكوات وتعمل 10 عدات وبعدين توقف تمرين، مش عشان عضلاتك تعبت، لا ده عشان انت بدأت تنهج فقلبك ما بقاش هو الرئة مستحملين ان هم يدوك الاكسجين اللي انت محتاجه. فاللي يخليك تبطل تمرين وقتها هي رئتك وقلبك مش عضلاتك، فساعتها انت مش هتحقق احسن هايبرتروفي جينز او احسن ضخامه عضليه ممكنه، لان اللي وقفك ملوش علاقه بالعضله نفسها. وبناء على ذلك الكلام التمرينات بتاعت العزل الايزوليشن، مثلا مثال على ذلك لو انا بتكلم على تمرين الباي زي البايسبس كيرل مثلا، التمرين دوت بشكل اساسي بيشغل البايسبس وشويه عضلات ثانيه من اللي بتتني الدراع، فهو تمرين بيركز على عضلات ثانيه الدراع والبايسبس بشكل خاص، فده تمرين عزل. لو ركزنا على التمرين ده مثلا بعكس تمرين العقله اللي هو التشين ابس مثلا، انا بعمل التمرين ده طبعا انتوا عارفين رايي في الكومباوند اكسرسايز، التمرينات المركبه هي من اكتر الحاجات اللي هتساعدك، لكن لو انت عايز تضخم عضلاتك ومثلا عايز تركز على البايسبس فتمرينات العزل او الايزوليشن اكسرسايز هتكون احسن ليك. وقس على ذلك اي عضله التمرين العزل بتاعها احسن من التمرين المركب عشان يحقق لي ضخامه عضليه في حاله ان انا ضيق في الوقت. تاني نقطه هتفرق جدا جدا معايا، بس النقطه دي لازم تفهموها مني كويس قوي، وهي فترات الراحه ما بين المجموعات وبعضها. الطبيعي الناس اللي بتحاول تحقق ضخامه عضليه بتزود فترات الراحه شويه ما بين المجموعات وبعضها. الفتره دي قد تصل الى دقيقه لدقيقتين راحه ما بين المجموعات. تخيل انت ممكن تعمل مجموعه في دقيقه وبعدين تاخد دقيقه لدقيقتين راحه ما بين المجموعه وبعضها، وده طبعا في الطبيعي بيبقى شيء صحي جدا، لان انت محتاج ترجع تشيل نفس الوزن بتجيب نفس العدات عشان تبدا توصل للفيلير او الفشل العضلي، فعضلاتك تبدا تستجيب وتكبر. فانا دلوقتي عايز اتمرن عضلات اكتر في اليوم لان انا هتمرن 3 ايام بس مش 6، وفي نفس الوقت ما اخسرش الاوفرلود او البروجريسيف اوفرلود اللي انا بعمله عشان العضله تبدا تستجيب وتكبر. فانا هنا مضطر اسفا ان انا اقلل فترات الراحه شويه بين المجموعات وبعضها. الجدير بالذكر هنا ان انت لو انت لسه مبتدئ خالص او خبرتك ضعيفه في التمرين بلاش تلعب على النقطه دي، لان تقليل فترات الراحه ممكن يعرضك هنا الاصابه، خاصه لو انت صممت تشيل نفس الوزن، لان اكيد لما بنطول فترات الراحه ده حلو لانه بيرجعنا لنفس الوزن بشكل فعال. انما لو انت محترف اكتر شويه او فاهم في التكنيك بتاع التمرين قوي تقدر تقلل فترات الراحه نسبيا، بدل ما تاخد دقيقتين راحه ممكن تخليها دقيقه او حتى دقيقه ونص. ولو جمعت ما بين النقطه دي للنقطه اللي جايه كمان اللي هنبدا نعملها هتفرق معاك كتير، انها تبدا تستفيد بفترات الراحه ما بين التمرينات وفي نفس الوقت
الوقت ما تضحيش ان انت ممكن تتصاب او ما ترجعش تشيل نفس الوزن بتاعك. يبقى لو انت وقتك ضيق وانت مش مبتدئ او فاهم بالفورم بتاع التمرين او متقدم شويه، ممكن تقلل فترات الراحه، ده يفرق معاك كتير. ثالث اسلوب ممكن نستعمله عشان نبدا نعمل ضخامه عضليه في وقت قليل، وهو اسلوب السوبر ست. يعني ايه سوبر ست؟ ان انا اعمل سوبر ست ان انا اتمرن عضلتين او اعمل تمرينين في نفس الوقت او مع بعضهم. يعني مثلا انا بتمرن 3 ايام في الاسبوع، اكيد مش هتمرن كل يوم عضله، انا مش هلحق اخلص كل العضلات. قول مثلا هتمرن صدر مع كتف مع تراي. طيب انا بلعب تمرين صدر زي البنش بريس مثلا، ده تمرين، وبلعب تمرين ترايسبس اكستنشنز، ده تمرين. الطبيعي اللي الناس بتعمله انها بتبدا تخلص تمرينات البنش ثم تدخل في تمرينات التراي وهكذا. انما اللي انا بقى عايز اعمله المره دي هو ان انا اخد مجموعه واحده من الشيست بريس او من البنش بريس، ثم اروح العب تمرين بتاع الترايسبس اكستنشنز او ما يعرف بالسوبر ست. وطبعا هاخد فتره راحه نص دقيقه او حتى دقيقه ما بين الاثنين، والفتره دي كفيله بس ان انا استعيد والتقط انفاسي عشان اقدر اعمل التمرين الثاني، لان العضله اللي شغاله مختلفه نسبيا عن العضله اللي كانت شغاله. البنش بريس صحيح بيشغل التراي بسيط، بس التراي هنا عضله مساعده عكس الترايسبس اكستنشنز اللي بيشغل الترايسبس كبرايم موفر او عضله اساسيه في التمرين. فلما نستخدم طريقه السوبر ست نقدر ندخل اكتر من عضله في نفس الوقت، وبالتالي نوفر في وقتنا. تخيلوا الطريقه دي في حد ذاتها، لو انت قلنا في الطريقه التقليديه للتمرين بتاعه الهايبرتروفي تريننج او تمرين كبر العضلات، يعني ممكن ناخد مجموعه في دقيقه ونريح دقيقتين. لا انا ممكن دلوقتي اخد في ال3 دقائق دول 3 مجموعات او مجموعتين بدل مجموعه واحده، يعني تقريبا وفرت نص الوقت. متخيلين؟ يبقى كني فعلا حولت ال3 ايام ل6 ايام. يبقى النقطه الثالثه ان انا استخدم اسلوب السوبر ست وادخل عضلتين مع بعض في التمرين او تمرينين مع بعض، العضلات مختلفه طبعا، ودي اهم نقطه وده هيفرق معاك كتير قوي في التمرين. النقطه الرابعه، وده اسلوب بيتبعه بعض الرياضيين التقال قوي والكبار قوي اللي محققين ضخامه عضليه كبيره عشان يحققوا ضخامه عضليه اكبر، وهو بنسميها الميتابوليك ستريس. الميتابوليك ستريس دوت معناها ان انا مش بضغط بس على العضله عن طريق ان انا اشيل اوزان اتقل، لا ده انا محتاج ازود اللاكتيك اسيد او الاحماض اللي موجوده في العضله، فبالبلدي كده تبدا تاكل في العضله كويس، فيحصل الماسل بريك داون او تكسير البروتينات بتاعت العضلات عشان اروح اكل واعمل ريكفري كويس وعضلاتي تكبر. طبعا نقدر نعمل الميتابوليك ستريس دوت باكتر من طريقه، جايب لكم طريقتين معايا في الفيديو بتاع النهارده، هو طريقه الدروب ست وطريقه بنسميها المايو ريبس. الدروب ست بمعنى ان انا ببدا العب مثلا دلوقتي هلعب بايسبس كيرل، هبدا المجموعه الاولى بشيل الويت بتاعي اللي هو الويت التقيل بتاعي اللي انا بعمل بيه بروجريسيف اوفر لود بتاعي اللي هو بيجيب بيه من 8 ل 12 عده مثلا، عملت بيه 10 عدات ووصلت للفيلير، ببدا او مخفف الوزن. مثلا افترض كنت بعمل ب 15 كيلو، قمت بعد كده خدت ريست اقل ما يمكن او حتى ما خدتش، يعني نزلت الريست مثلا 30 ثانيه وقللت الوزن ل 15 او اخد دمبل مختلف بدل ال 15 هنزل 12 ونص او 10 واعمل بيها برده 10 عدات، انا مش عايز عداتي تقل نفس الرينج بتاع الهايبرتروفي تريننج بتاعي، وبعدين انا نفسي بجيب 10 عدات بالعافيه واتعب جدا، او سايب الدمبل ال10 وامسك دمبل 5 اعمل بيه على نهايه اخر مجموعه اللي هي الدروب ست. يعني انا عملت 3 سيتس ورا بعض دايركت، عضلتي بتولع بتتحرق. ده مش بسبب ان انا تقلت بالوزن جامد قوي، اكتر منه ان انا استخدمت اللاكتيك اسيد والمواد الاخراجيه اللي موجوده في العضله لصالحي، ان بقيت اعمل بيها بريك داون اكتر في العضله فحقق الهايبرتروفي. الطريقه الثانيه اللي اقدر احقق فيها الميتابوليك ستريس وبنسميها المايو ريبس. مايو يعني عضله، ريبس يعني عدات، يعني عدات العضله. ازاي؟ الطريقه دي باختصار بتقول لك ان انت هتلعب المجموعه الاولى في العضله اللي انت بتعملها بالرينج بتاع الهايبرتروفي بتاعك من 8 ل 12 عده عادي جدا، باتقل وزن ممكن عشان توصل لقريب من الفيلير. لو وصلت للفيلير قربت من الفيلير او الفشل العضلي خلاص، اللي هو انت بتجيب اخر عده وانت بتموت. ثم بعد المجموعه دي هتعمل من 2 ل 4 مجموعات صغيره، يعني عدتها مش نفس ال 8 ل 10 عدات، لا ممكن توصل مثلا ل 6 ل 8 عدات، وما بين كل مجموعه الثانيه فتره راحه 30 ثانيه بس بنفس الوزن بتاعك اللي في المجموعه الاولى اللي كان بيوصلك للفيلير. بس هنا في المجموعات الصغيره دي احنا عدد العدات اقل وفي فترات راحه، الثانيه ما كانش فيه فترات راحه. التجميعه بتاعت الاثنين دول مع بعض بيسموا الاولى دي اسمها اكتيفيشن سيت او مجموعه تنشيط، ثم اللي بعدهم بيسموها المجموعات اللاحقه او المجموعات اللي جت بعد الاكتيفيشن سيت او جلسه التنشيط او مجموعه التنشيط الاوليه. ودي طريقه فعاله جدا لو انها برده بتعمل ميتابوليك ستريس كويس قوي وبتساعد في الماسل هايبرتروفي. وبس كده يا سيدي، دول كانوا 4 طرق تقدر تعملهم او تستخدمهم كلهم مع بعض عشان تبدا تتمرن وتحقق ضخامه عضليه محترمه جدا. هي صحيح مش هتبقى 100% من الضخامه العضليه لما تتمرن 6 ايام والعضلات كلها والدنيا تمام، لكن دي طريقه فعاله جدا جدا في التمرين. والطريقه دي زي ما اتفقنا فعاله اكتر للناس المحترفين المتقدمين شويه. لو انت مبتدئ يمكن مش دي احسن طريقه بالنسبه لك. ليه؟ انا بالنسبه لي هركز على سبب واقع في الموضوع، وهو ان الطريقه دي بتخليك مستعجل في التمرين، فمش هتكون مركز قوي مع التكنيك بتاع التمرين. واحنا بنقول للمبتدئين اصلا اهم حاجه تتعلمها وانت لسه مبتدئ ازاي تتقن الفورم او التكنيك بتاع التمرين عشان ما تعرضش لنفسك اصابه بعد كده، وعشان تستفيد بالتمرين اقصى استفاده ممكنه. وتقدر طبعا ترجع لفيديوهات التمرين في السليم عشان تتعلم اي تمرين بشكل عام، ولو عايز تعرف حاجه معينه في التمرين في السليم ممكن تقولها لنا تحت في الكومنتس ونعمل لك عنها فيديو. وبس كده يا ابطال، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.